اللقاء اليوم يعني بدعوة من مؤسسة الأستاذ فقيه التطواني، بطبيعة الحال في ختام هاد الحركة الشبابية، لأنه ما حركة شباب جنزت خرجوا بتعبيرات شبابية، وحنايا اليوم في هذا اللقاء كشبيبات كتمثل الأحزاب السياسية. المغزى يمكن من هذا اللقاء هو أننا نتحاوروا مع هذا الشباب، نعرفوا هذا الشباب. يعني حنا بطبيعه الحال المطالب ديالهم فهي مطالب واضحه، يعني اللي تيطلبوا راه كلشي تيطلبوا، ماشي غير هما اللي تيطلبوه، يمكن المغاربه كاملين تيطلبوه. حنايا اليوم من خلال هذا اللقاء غنحاولوا اننا يعني نحطوا بعض الامور، نخرجوا يعني بواحد الخلاصات على علاش خرجوا، كيفاش حنا في الدور ديالنا في هذا يعني في هذه المساله هذه، كيفاش نقدروا نخلقوا واحد القنوات التواصل معهم. حنا فهمنا بطبيعه الحال من هذه الخرجات ديالهم، التعبيرات ديالهم اللي انا بطبيعه الحال شفت بانها يعني في واحد المستوى راقي جدا، وانها يعني عطات واحد النظره راقيه على الجيل الشبابي المغربي. داكوغ، وحنايا اليوم يعني مستعدين اننا نفتحوا قنوات نقاش معهم باش نحاولوا نشتغلوا يد في اليد، لانه في الاخير المهم هو اننا نجاوبوا على هذه الطلبات ديالهم. حنا يعني عندنا واحد القناعه بانه اننا يعني باش نقدروا نوفروا واحد الاطار، وباش اننا يعني نتجاوبوا معهم ضروري غيكون من داخل المؤسسات، يعني هو صعيب باش انه يكون واحد التغيير من خارج المؤسسات. دونك حنا هذه الفرصه باش اننا نتحاوروا معهم، باش اننا نشوفوا كما قلت كيفاش نلقاو واحد القنوات التواصل معهم، ونخدموا معهم يد في اليد باش نوصلوا كاملين هذه النتيجه، وانه يكون هذا التغيير ايجابي، واش ان كل شيء يلقى راحته في هذا الاطار. المشاركة ديالنا اليوم في هذا النقاش العمومي ما هو إلا إيمانا منا بضرورة خلق جسور التواصل بين مختلف الشباب بمملكتنا الحبيبة، خاصة وأننا اليوم نسمع مجموعة من التعبيرات الاحتجاجية للشباب اللي خرجوا للشارع وكيطالبوا بمطالب اللي هي مشروعة في قطاعات مختلفة، خاصة قطاع الصحة اللي كيعرف مجموعة من الإشكالات في بلادنا. وهذه كذلك مناسبة باش نسمعوا لهذا الشباب، ومناسبة كذلك باش نخلقوا واحد الفضاءات ديال النقاش العمومي اللي نسمعوا الاقتراحات ديال الشباب، وكذلك نحفزوهم ونشجعوهم على المشاركة في صناعة القرار من خلال أولا سواء المشاركة في النقاش العمومي عن طريق جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، أو عن طريق المشاركة السياسية من داخل المؤسسات، والمساهمة في تغيير الواقع وفي تغيير الوضعية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من داخل المؤسسات. نحن كلنا ثقة في هذا الشباب الغيور على بلاده، واللي كيرفع الشعار ديال الله الوطن الملك، وكيعطي مقترحات وكيعطي انتقادات اللي هي بناءة، ومن واجبنا أننا نستمعوا لها كشبيبات حزبية، ومن واجب كذلك الحكومة أنها تتفاعل مع هذه المطالب المشروعة، وبهذا سنكون يعني غنخلقوا واحد الجو اللي هو ديمقراطي تشاركي من أجل مصلحة ديال هذه البلاد.